وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا لأن الإسلام يحتاج إلى قوة تمكن دين الله رب العالمين، والقوة المطلوبة إنما هي القوة التي تنشر العدل وتقيم الموازين بالقسط وتقضي على الباطل وتظهر الحق، وساعتها يكون منطوق من عمل ذلك: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والشريعة طالبت الأمة بأن تتخذ أسباب القوة كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإن كانت القوة كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأن القوة لله جميعا، إلا أن المؤمن القوي يستطيع أن يساهم في نشر دين الله رب العالمين، وأن يكف أذى الظالمين، وأن يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بدين الله أو الصد عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. في كل خير، لأن الإيمان إنما هو مقصد الأنبياء والرسل، أن يأخذوا الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين، والإيمان برسالات الله، والإيمان بأنبيائه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فيكون المؤمن الضعيف أيضا خيرا عند الله عز وجل ممن سواه من الكافرين الملحدين المشركين الضالين.